بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا أحلى متابعين في العالم؟ إن شاء الله هنعمل النهاردة قرص مع بعض جميلة قوي، لزوم الدفا والسقعة اللي احنا فيها دي. ناكلها بشاي بحليب يا بنات تدفينا. هي سهلة جدا وبسيطة ومش هتحتاج مننا وقت خالص، ومقاديرها كلها موجودة في البيت عندك. مش هتشتري أي حاجة من بره غير هو كيس الخميرة ده، أو لو كترت هيبقوا كيسين على حسب انت وشطارتك بقى تخمري عجينك بسرعة. معانا حليب دافي حوالي 350 جرام حليب دفناه على البوتاجاز، تمام. ومعانا 100 جرام من السكر هننزل بيهم مع الحليب الدافي، ندوبهم كده مع بعض. والخميرة بتاعتنا فورية هننزل بيها مع الحليب اهي. ده كيس خميرة، حبيتي تحطي تاني من الكيس التاني حطي، ما حبتيش خلاص. انا بما ان الجو برد اوي النهارده، وطبعا اكيد التفاعل بتاع الخميرة بيبقى ضعيف شوية في الجرد ده، فانا هزود شوية خميرة عشان يشتغل معايا بسرعة. مش كتير برضه، يعني حوالي نص كيس كمان. ندوبهم كويس مع بعض في الحليب. تغطيه وتسيبيه شوية ايه عشان يتفاعل مع بعض، تمام. يا بنات اتفعلت معانا والله اكبر عليها، انتوا شايفين بعينكم شكلها ايه اهي. هننزل بيها هي واللبن اهي، شوفوا شكلها تمام. ننزل عليها بشوية ملح بساط كده، والدقيق بتاعنا. بسم الله، ونعجنهم مع بعض. احتاج الدقيق هنحط تاني، ما احتاجتش خلاص. احنا وايه وقوام العجينة معانا واضح انها عايزة ايه شوية كمان، هنجيب شوية كمان. اتظبطت معانا اهي زي ما انتوا شايفين. هي لازم تبقى ايه ماسكة سنة كده بتلزق، بس ايه ده شيء طبيعي يعني. حطينا لها يعني حوالي كيلو الا ربع كده من الدقيق، او كيلو الا ربع، مش قوي يعني. عجينتنا تمام معانا اهي، شايفين اهي تمام. ونسيبها شوية كده ترتاح هنحط بقى على العجينة حوالي 100 جرام من السمنة او الزبدة، ونكملها عجن. وبعد ما نكملها عجن نسيبها ترفع تخمر مع بعضنا حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع، على ما تختمر كده يا حبايبي، ونرجع لكم تاني. هنا العجينة اختمرت معانا خالص اهي يا بنات زي ما انتوا شايفين. ان شاء الله هتطلع حلوة باذن الله. هنكمل مع بعض الوصفة ونشوف هنعمل ايه. هنا يا بنات هنفرد العجينة مع بعضنا. خدنا نص كمية العجينة وفردناها كويس مع بعض بعد ما اختمرت. تفردها بنشابة بقى او تفردها بسريع زي ما انت عايزة، بنفس السمك اللي انت شايفاه ده. ونجيب شوية قرفة زي ما انت شايفة كده بالظبط، نرشها على ايه على عجينتنا، تمام.
ونجيب حبة سكر ونرشهم برضو ايه على عجينتنا. دي اسمها ايه؟ قرص بالقرفة والسكر او فطاير بالسكر والقرفة. ونلف مع بعض زي الرول كده. ركزي يا حبيبتي عشان ما تغلطيش. تمام. ونقفلها بقى كويس من الجهتين الشكل الحلو اللي انت شايفاه ده. يكون معانا بآلة حادة، سكينة او قطاعة او اي حاجة عندك تقطعي بيها بالشكل اللي انت شايفاه ده. معانا صينية مدهونة مادة دهنية هندهنها مع بعض. ونجيب عجينتنا زي ما انت شايفاها كده، بططها شوية كده ونحط بالشكل اللي انت شايفاه. تخلي مسافة كده بينهم وبين بعض عشان لسه هترفع وهيزيد حجمها يتضاعف. هنكمل كل الكمية وارجع. القرص الجميلة بتاعتنا استوت اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله اهي. شوفوا طرية وهشة وجميلة اهي، كلها شكل بعضها اهي، مفيش كلام ما شاء الله عليه اهي. قرص هشة ومنفوخة اهي وجميلة اهي يا حبيبتي اهي. كلها بنفس الطريقة اهي. جربيها وان شاء الله هتعجبك ومش هتندمي خالص على تجربتك، ومش هتكلفك كتير، كل مقاديرها موجودة عندك في بيتك، وحاجة سهلة يعني وبسيطة، وهتفرح أولادك وهتفرح بيتك وتملي بيتك كده بالدفء والريحة الجميلة والحاجات الحلوة دي. ادي قرصنا الجميلة يا بنات اللي بالقرفة والسكر تحفة. ادي اعراها عشان نسيت اوريهولكم اهو تاني اهي. شوفوا طرية وهشة وجميلة منفوخة كده، منفوخة نافخة اهي، مع كوباية شاي بحليب كده وبألف هنا وشفا على قلبكم. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وتحطوا اللايك يا حبيبتي انت وهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.